منظومة المفيد في التجويد. نظم الإمام شهاب الدين أحمد بن أحمد الطيبي رحمه الله. قال الفقير أحمد بن الطيب أحمد يرجو رحمة المجيب. الحمد لله الذي تفضل وأنزل القرآن نورا للملا، هدى به من شاء من عباده موفقا له إلى رشاده. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وآله وصحبه الأعيان وقارئ ومقرئ القرآن. وبعد قد نظمت في التجويد بعض مهمات لمستفيد، فليتفهمنه بالإتقان من يبغي قراءة على الوجه الحسن. والله فضلا ينشر النفع به في خلقه بالمصطفى وصحبه. حروف الهجاء. وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء. أولها الهمزات لكن سميت بآلف مجازا إذ قد صورت بها في الابتداء حتما، وهي في سواه بالواو ويا وآلف. ودون صورة فما للهمزة مميز يخصها من صورتي، بل يستعيرون لها صورة ما مر لتخفيف إليه علما. والآلف المد الذي ينشأ من إشباع فتحة كمن صافى من، فلفظها مفردة ممتنع ولم تكن في الابتداء تقع، إذ تلزم السكون والفتح لما تليه فاحتاجت لحرف قدما. فاختيرت اللام وقالوا لا ملف، أي لفظها بهذه اللام يعرف، إذ قد توصلوا للام ساكنت، أي لام بآلف تحركت، أي همزة فعاكسوا ذات الألف، مع أن لا حرف له معنى ألف. فمن يكن عن آلف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا. والمد والقصر جميعا رويا في با وتا وثا وحا وطا ويا ورا وطا وضا وفا وها. فزد همزة إن شئت ودع إن لم ترد. ولغة القصر بها الذكر ورد، ومن يعد الزاي منها لم يرد. ولكن الزاي بياء أشهر، وجاء زي دون زين فانظروا. وقولهم في ذي حروف إنما يعنون أسماء الحروف فاعلما. أما الحروف وهي المسمى فتلك ألفاظ بذي تسمى. وكل حرف واحد إلا الألف أحواله 4 بها وصف، ساكين أو محرك بفتحة أو كسرة تكون أو بضمة. مثاله ببيب إبر الباء، وقس على ذا سائر الهجاء. وساغ الابتداء بها وجاز أن تتباع ما حريك والذي سكن. 16 من الأحوال لحرف في وقف وفي اتصال. إن خفف الحرف كذا إن شدد، وزد 3 لخف في ابتداء. فأتي إذا نطقت بالمحركة بهاء سكت نحو كهوكه وكه. وإن ترد نطقا بما منها سكن فهمزة مكسورة بها ابدأ. والبدء بالتشديد غير ممكن
ولا بما خفف من مسكن وكل ما شدد في وزان حرفين ساكن بضمن ثاني مثال غمز شدد سؤال وليس في الذكر له مثال وأمل استعمال واو ساكنت من بعد كسر وبياء قلبت وهكذا إن تسكن الياء بعد ضم فقلبها واو لديه منحتم. الحروف الفرعية. واستعملوا أيضا حروفا زائدة على التي تقدمت لفائدة كقصد تخفيف وقد تفرعت من تلك كالهمزات حين سهلت وآلف كالياء إن تمال والصاد كالزاي كما قد قالوا والياء كالواو كقيل مما كسر ابتدائه أشم ضما والآلف التي تراها فخمت وهكذا اللام إذا ما غلظت والنون عدها إذا لم يظهر قلت كذاك الميم فيما يظهر. الحركات الثلاث والسكون. والحركات واردت أصلية وهي الثلاث وأتت فرعية وهي التي قبل الذي أميل وكسرة كضمة كقيلا وعند نطق الحركات فاحذر نقصا أو إشباعا أو أن تغيرا بمد بعضها بصوت بعض أو بسكون فهو غير مرضي فمزج بعضها ببعض إنما يجوز في الفرع الذي تقدما وحيث أشبعت فقد ولت مد ولم يجز إلا بحرف انفرد أعني به هاء الضمير بعدما حريك نحو إنه به سما فتصل الهاء بواو أو بياء وصلا إذا محرك قد واليا والنقص روم أو هو اختلاس وليس كل منهما ينقاس بل هو مختص كروم الحرف إن يكسر أو يضم حال الوقف والاختلاس في نعم مآرنا ونحو بارككم ولا تأمنا ولا تعد لا يهد إلا وهم يخصمون فدر الكلا وقد يعبرون عن ترك الصلة للها بالاختلاس وهي مكملة لأن وصلها بذاك قدرا تمام تحريك لهذه يرى وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشافتين ضما وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح افهمي إذ الحروف إن تكن محركة إشراكها مخرج أصل الحركة أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء في مخرجها الذي عرف فإن ترى القارئ لن تنطابق شفاهه بالضم كن محققا بأنه منتقص ما ضم والواجب النطق به متما كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منه مفهمه تصب فالنقص في هذا لدى التأمل أقباح في المعنى من اللحن الجلي إذ هو توير لذات الحرف واللحن توير له بالوصف
فكل حرف رده لأصله وانطق به مكملا بكله وحقق السكون فيما سكنا ولا تحركه كأنعمت اهدنا وهكذا المغضوب مع ظللنا ونحوه واللام أظهرنا. التنوين والحرف لا يقبل تحريكين معا كضمين وفتحتين ونحو بن وبن وبن تنوين نون غدت يلزامها السكون مزيدة بعد تمام الاسم وما لها من صورة في الرسم في الوصل أثبتها وفي الوقف احذفا لا بعد فتح فاقلبنها آلفا إلا إذا ما هاء تأنيث تلت فمطلقا في الوقف حتما حذفت من أجل ذاك لم يصور بالألف ونحو ما أنقف عليه بالألف هذا وهم قد صوروا التنوين في لفظ بنون رسمت في المصحف وهو كأي وبنون يوقف عليه للرسم وبعض يحذف والنون للتوكيد من يكون ونسفعا قد صور التنوين أي آلفا كما تصير وقفا وهكذا إذا وأعن الحرفا. الهمزات وهمزة تثبت في الحالين همزات قطع نحو أبيضين وهمزة تثبت في البدء فقط همزات وصل نحو قولك النمط تكسر في البدء من الأسماء وهي من التفتاح كالأنباء وكسرت في الفعل إلا أن يضم ثالثه ضما لزوما فتضم وهمز وصل إن عليه داخل همزات الاستفهام أبدل سهلا إن كان همز وإلا فاحذفا كأفتقدتم أفترى وأصطفى وآخر الهمزين إن يسكن وجب إبداله مدا كآت من طلب كذا وأوتينا وإيتاء عددا وأخت منأتون ائت حال الابتداء. حروف المد وأحرف المد ثلاث الألف سكونها من بعد فتح قد عرف والواو واليا ساكنين واليا كسرا تلت والواو ضما واليا والهمز والسكون للمد سبب إن وجدا من بعده وقل وجب إن وقع الهمز به متصلا بكلمة وجب جاز حيث فاصلا وإن أتى قبل سكون قد لزم في كلمة فالمد فيه قد حتم وسو بين مدغم مثقل ومظهر مخفف على الجلي وما أتى قبل سكون انفصل فحذفه حتم إذا به اتصل إلا الذي تلاه تاء شدد لأحمد البزي فإنه ثبت لأن الإدغام على المد طرأ فلم يكن مثل الذي تقرر وما تلاه ساكن قد عارض للوقف فالتثليث فيه يرتضى مع السكون المحض والإشمام واقصر مع الروم بلا ملام وإن ترى الآخر
الأخير همزا كالسماء فالوقف مطلقا بمد حوتما وما تلاه مدغم لابن العلاء فهو كعارض فثلث مسجلا وما تلاه مدغم الزيات ومدغم البزي من التاءات يمد حتما إذ مع الإدغام قد مانع الروما مع الإشمام وابن العلا يراهما فالمدغم لديه كالسكين وقفا فاعلموا وما أتى من قبل همز غيرا أو ساكن كذاك فامدد وقصرا ومد حجز بين همزين فصل فقصر وبعض عده مما اتصل وما خلا عن ساب مما ذكر فهو طبيعي لديهم وقصر. حرف الميم والواو والياء إذا ما ساكنا من بعد فتحة كقول غيرنا يسميان حرفي اللين ولا تمد إلا مع سكون موصلا وثلثا مع عارض للوقف ومدغم لابن العلاء تلفي وامدد ووسط مع لازم كعين معا وللمكي هاتين اللذين والنشر سوى بين عارض وما لابن العلا وبين ما قد لازما وقبل لازم أتى منفاصلا فالواو ضم واكسر اليا موصلا. أحكام النون الساكنة والتنوين 4 أحكامهم للنون ساكنة رسما وللتنوين الإدغام في أحرف يرملون لا مثل بنيان ولا ينون وتارك الغنة مع لام وراء ومن يبق معهما ما اشتهرا لكن مع أحرف ينون بقي وأظهرا عند حروف الحلق وتلك 6 تراها أولا ألا هدى عال حلا غاد خلا واقلبهما من قبل باء ميما وأخف بالغنات تلك الميما وعند باقي أحرف الهجاء قد أخفوهما بغنة كما ورد وأظهر الغنات بالتبيين من كل ميم شددت أو نون كقولهم هم وضم ثم ثم لكن إنهن عنهن فتم. الإدغام والنون من ياسين فاعلم مدغم في الواو بالخلف ونون والقلم كذاك من طاسين عند الميم في السورتين فاستف التعليم وليس بعد النون راء ولا لام بكلمة ولا يجوز الادغام لو واقعا كالواو واليا حتما كذا بأنمار وينمزنما ونحوها وفي المحل وجهان حق كذاك فيها المارش وفي المحق ويجب الادغام في آمنا مني وعني قل ولا يحزننا. حكم الميم الساكنة إن تسكن الميم وجوبا أدغمت في مثلها وعند باء أخفيت بغنة وعند باقي الأحرف قد أظهرت حتما على القول الوفي وليحذر التالي من الإخفاء لها لدى الواو وعند الفاء. الأحرف المفخمة
وفخما أحرف الاستعلاء وتلك 7 بلا خفاء يجمعها قذ خص ضوط وامتنع ظهور الاستعلاء مع كسر يقع ومدعيه ناطق بالخلط للكسر بالفتحات وهو مخطئ وفخم المطباق منها أكمل الصاد والطاء أعجما أهملا وفخم اللام من الجلالة من بعد غير الكسر والإمالة وإن تفخم بعد ما أميلا أيضا يكن لديهم مقبولا. حكم الراء ورقق الر ذات كسر مسجلا وذات تسكين تلت كسرا جلا مؤصلا في كلمة الراء خلا من حرف الاستعلاء بعده صلا والخلف في فرق لكسر القاف وفرقة فخم بلا خلاف وفي سكون الوقف رقق إن تلت كسرات نوما لو يا ساكنت ولا يضر الفصل بين الكسر والراء بساكن كعين القطر ورومها كحال الاتصال ولا تكررها بكل حال وما خلت من موجب الترقيق فحكمها التفخيم بالتحقيق. حكم الألف الساكنة وما عدا أحرف الاستعلاء ولام لله وحرف الراء فرققنه مطلقا إلا الألف فاحكم لها بما تلت كما وصف ففخمنها بعدما قد فخما وبعدما رقيق رقق فعلما وأطلق الترقيق فيها الجعبري ورده في نشر ابن الجازري وكان في تمهيده قد ألزم ترقيقها من بعد لام فخما لكنه عن ذاك بعد راجع وقال إن حكمها أن تتبع فلم تكن تصاف بالتفخيم ولا بترقيق لدى التقسيم. حروف القلقلة وخمسة تسمى حروف القلقلة لكونها إن ساكنت مقلقلة يجمعها قطب جد فوفي بها وبالغ مع سكون الوقف لكنما أدغم لن يقلقل لكونه فيما يليه داخلا. إدغام المثلين والمتجانسين وأول المثلين أدغم إن ورد ساكينا إلا أن يكون حرف مد مثاله قد داخلوا وبلا لك الذي يفي وقالوا ولا واحكم لما تجانسا بمثل ما حكمت للمثلين حكما لازما والمتجانسان نلت المعرفة ما اتفقا بمخرج دون صفة كالذال مع ضاء كإذ ظلمتم والدال مع تاء كقد تركتم والتاء مع دال وطاك آمنت طائفة وداعوا بعد اثقلت واللام مع راء كهر رأيتم بران قل ربي فقيس وافهموا لكن أتى الخلاف في الهفلد ذلك مع تجانس قد وجد وأظهرا سبحه معه قل نعم كذاك لا تزغ قلوب فالتقم يئسن أظهر قبله يلاء وإن حذفت الهمز قبل الياء منه لبزيهم والبصر فاظهر وأدغم من طريق النشر كذاك فاصفح عنهم والأكثر في ماليه
هالك أظهر والطاء في الثامن أحط أدغما ومن بسطت وابق إطبقاهما نخلقكم أدغم بلا خلاف ولا تبق صفة للقاف. حكم لام واللام من الأدغم أنها في نصف من الحروف دون نصف فأحرف الإظهار ذا التركيب جمعك حق خوفه أغيب بالقامرية التي قد أظهرت سما وبالشمسية التي أدغمت ولم تقع ذي اللام من قبل الألف وقبل همز الوصل كسرها عرف. أحكام الوقف قد جعل السكون أصل الوقف فقف به حتما وحيث تلفي محركا بالضم أو بالكسر رم وأشم ميضا الذي تراه ضم والروم الاتيان ببعض الكسرة وقفا وهكذا ببعض الضمة وضمك الشفاه من بعيدما تسكن المضمون لشما مفهما في عارض الشكل وميم الجمع لا روما ولا إشمام أيضا داخلا كذاك التأنيث إن بالغاء أردت وقفا لا إذا بالتاء فيها الضمير المنع بعد ما انكسر أو ضم أو أميهما قد اشتهر يومئذ حينئذ في الوقف لا رومائذ التحريف عارض جلا وكلما حريك لا تسكن وصلا وذا التنوين فيه نونا. تنبيه والروم والإشمام في الوصل وفي غير الأخير استعملا في الأحرف فبيهما للكل فاقرأنا بالحتم فيما لاك لا تأمنا وشعبة أشم في لدني لدى كهف وعنه الروم فيه واردا وكلما أدغامه فتل على فهو كموقوف عليه مسجلا فما يرى بالروم والإشمام وقفا يسوغ مع ذا الإدغام لكن الإشمام مع الباء ومع ميم وفا حالات الإدغام امتنع واشمم بغير الوقف فيما ذكر مقارن التسكين لا مؤخرا وتم في نصف جماد الآخرة عام هداية عليم ظاهرة والحمد لله الذي منا بما أرشادنا به وجاد كرما ثم الصلاة مع سلام أبدا منه على الذي به الخلق هدى محمد خير الورى والآل والصحب ما تلا القرآن تالي.